معاكم كده حاجه جديده من كوره تجميع باذن الله تعجبكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن 5 لعيبه هنفجروا خلال كاس العالم. 5 لعيبه على راي ايمن الكاشف، وزي ما بيقول سنه اولى كاس عالم. اللعيبه دول انا اخترتهم بناء عن ايه؟ بناء عن فورمتهم في اخر موسمين او فورمتهم في الفتره الاخيره، بحيث ان هم تالقوا بشكل كبير. اول اللعيبه دول وصلوا لنضج عالي جدا، وفي كاس العالم ده كاول كاس عالم ليهم اكيد هيبينوا قدراتهم العاليه. اهم حاجه قبل ما نكمل الفيديو انزل تحت واعمل لايك واعمل سبسكرايب، ويلا بينا نبدا. خلينا نبدا باول لاعب عندنا في المجموعه دي، وهو فينيسيوس جونيور. فينيسيوس جونيور طبعا لاعب رهيب، لاعب خلال اخر موسمين تطور بشكل رهيب جدا تحت قياده كارلو انشيلوتي، وقدر ان هو يكون سبب حاسم في ماتشات كتيره جدا، سواء في الليجا سواء في دوري الابطال، وكان من ضمن الاسباب الرئيسيه في دوري الابطال السنه اللي فاتت. فينيسيوس جونيور لعيب مشهور بمراوغته، بمهارته العاليه اللي تقدر تقتل وتقدر تكسر اي تكتل دفاعي موجود، خصوصا ان هو الفتره دي بقى بيعمل دويتو عالي جدا مع نيمار، وهما الاثنين اخطر من بعض على اي خط دفاع. تاني لاعب معانا هو رافائيل لياو. رافائيل لياو من ضمن اللعيبه اللي زيه زي فينيسيوس، سواء كمهاره سواء كمراوغه، لعيب فنيا ومهاريا عالي جدا جدا جدا. رافائيل لياو يمكن عنده قدره صناعه اللعب اعلى شويه من فينيسيوس، واتطور جدا خلال اخر موسمين، بقى من لاعب مزاجي للاعب بيقدر يحسم ماتشات كتيره، ومن ضمن الاسباب طبعا ان ميلان حقق الدوري السنه اللي فاتت. رافائيل لياو طبعا لا غنى عنه دلوقتي، خصوصا بعد اصابه جوتا مع المنتخب، مع برناردو جنبه مع برونو فرنانديز جنبه هيقدروا يصنعوا له فرص كتيره جدا. مع رونالدو رافائيل لياو هيقدر طبعا يصنع رونالدو فرص، هيقدر يفضي رونالدو مساحه بالمراوغه، هيقدر يكسر برضو التكتلات الدفاعيه. رقم 3 معانا هو بيدري جونزاليز. بيدري لعيب في 19 سنه، بس تحس ان انت بتشوفه وتحس ان هو بيلعب كوره بقاله بتاع 10 سنين مثلا. لعيب لعب الموسم اللي فات اكتر من 70 ماتش، اتألق في الاولمبياد، اتألق في اليورو، اخذ افضل لاعب شاب في اليورو من ضمن التشكيله، افضل تشكيله في اليورو. بيدري لعيب اظن يعني يعتبر النجم الاول في تشكيله منتخب اسبانيا. اللعيبه هيكون المحور اللي هيعتمد عليه انريكي في عمل اسلوب لعبه، في عمل خطه لعبه وتحقيق الاستحواذ والضغط العكسي. اكيد بيدري من ضمن اللعيبه اللي هتكون مؤثره جدا في المونديال، وانا مستني اشوف اول مونديال لبيدري وهو 19 سنه بعد ما اخذ كميه الخبرات دي كلها. اللاعب الرابع معانا هو جود بيلينجهام. جود بيلينجهام من اللعيبه اللي هيكون عليها العين جامد جدا في كاس العالم. لعيب كله بيتكلم عن عقليته وعن نضجه وعن طريقه لعبه. لعيب شكر فيه جوارديولا، وكان يعني كانه متفاجئ ان هو واحد بقى من ضمن الكباتن بتاع دورتموند. لعيب بيلعب في الدوري، بيلعب في منتخب انجلترا وهو عنده 19 سنه. لعيب كان اول استدعاء ليه في منتخب انجلترا وهو 17 سنه اصلا. جود بيلينجهام من ضمن اللعيبه اللي العين هتكون عليه تنافس من السيتي، من ليفربول، من يونايتد، من ريال مدريد. كل الانديه دي بتنافس عليه، فهو اكيد هيبقى عايز يبين قدراته اكتر في المونديال. واللعيب رقم 5 معانا وهو اسمه مجمور شويه، يمكن مش ناس كتير تعرفه، بس هو فعلا موهبه جايه وموهبه واعده جدا، وهو لاعب جاكبو. لعيب بيلعب في بي اس في اندرنهوفن. لعيب بالموسم ده لحد دلوقتي ساهم ب 20 جون، الموسم اللي فات ساهم ب 25 جون. موهبه جايه جدا، ويونايتد كان هيتعاقد معاها، وارسنال برضو دخل في السباق. من ضمن اللعيبه اللي ممكن تتالق، خصوصا كمان ان مجموعه هولندا مش اقوى حاجه. طبعا كلنا عارفين هولندا في لعيبه يعني التوب فيها ديباي، فان دايك، ديونج، بس جاكبو هيكون ليه كلمه كمان هو في المونديال. طبعا كل ده خصوصا ان كاس العالم بطولة غير عادية ومناخ رائع للعيبة كتير انها تعمل اداء استثنائي وممكن يتألقوا تألق غير عادي. ودول ال5 مواهب اللي انا شفتها انها ممكن تتألق في كاس العالم. اتمنى انتوا كمان تكتبوا تحت في الكومنتات اللعيبة اللي شايفين ممكن يظهروا بشكل كويس في كاس العالم. واتمنى الفيديو يكون عجبكم، متنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله، الجديد شديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.